السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم دار الكرم تيفي. نتمنىكم تكونوا جميعا بخير وعلى الف خير ان شاء الله. اليوم غنقدم معكم ثلاثه الوصفات متنوعه زوينين كلهم صحيين، يعني ما فيهم حتى شي مواد اللي هي ضاره بالصحه. انتم غتشوفوا معايا الطرق اللي هي سهله وبسيطه. الباربه غنستافدوا من الفوائد ديالها كامله، ما غاديش نسلقوها نهائيا. اذا ثلاثه الوصفات مختلفين ما عندهم حتى شي علاقه مع بعضهم. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله باش تشوفوا المكونات وطرق التحضير. اول حاجه غادي نحتاجوا الباربه كيف كتشوفوا معايا خضراء، ما سلقتها ما حتى شي حاجه، فقط غسلتها وقشرتها، يعني زولت لها القشره ديالها. ها نتوما كتشوفوا معايا هذه هي الباربه ديالنا. فغادي نحكوها يعني كل واحد وطريقته، يعني تحكوها في الحكاكه الغليظه. الا عندكم هكذا شي اله اللي تسهل عليكم يكون افضل. فانا غادي ناخذ هكذا الباربه ديالي، غادي نحكها في الحكاكه الغليظه. غنحتاجو كذلك الطماطم، واحد الحبه ديال الطماطم. وغادي نوريكم ان شاء الله التتبيله اللي غادي نديرو مع هاد الوصفه الاولى. يدو على بركه الله بطريقه التحضير. غادي نحكو الباربه ديالنا كيف غادي تشوفوا معايا حتى كتولي بهذا الشكل هذا، يعني كتبقى قطع غليظه في الحكاكه غليظه. صافي من بعد ما غنحكوا الباربه ديالنا، ها هي كيف كتشوفوا معايا ثلاثه الحبات المتوسطين ديال الباربه كيوليو بهذا الشكل هذا. فغادي نجيبوا واحد المقيله فاش غادي نطيبوا. غنديروا فيها تقريبا واحد 2 ملاعق ديال زيت الزيتون، وغادي نديروا هاد الفصوص ديال الثوم. اذا درت 2 ملاعق حتى 3 ديال زيت الزيتون. كتبغي بزاف زيت الزيتون كطيب فيه وكتجي متبله ولذيذه. تقريبا نديرو حتى 3. ودرت واحد 2 فصوص كبار ديال الثوم وغادي نحطها فوق النار. غادي نفرغ عليها، يعني غادي نديرها تسخن واحد شويه، وغادي نضيف ليها مباشره الباربه ديالنا. اذا في الباربه مليئه بالمياه، يعني ما نخافوش عليها مع زيت الزيتون، راه ما غادي تقلى ما حتى شي حاجه. الباربه كتطلق الماء بشكل كبير، يعني غادي طيب بشكل عادي زوينه، ما غاديش نضيفوا نهائيا الماء. هانتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي نديروا لها حتى طيب وتجي معلكه وزوينه ومشرمله باحسن طريقه. كتجي كمقبله روعه شهوه منها، عوض ما نسلقوها ونضيعوا الماء ديالها. فهاد الطريقه هذه كطيب بسرعه لان اصلا محكوكه، يعني رقيقه دغيا كيدخلها الطياب. وكذلك كتحتفظ بالعناصر الغذائيه ديالها كاملين، حتى شي حاجه ما كتضيع منها، ما كنديروا لها لا ماء ولا اي شيء. اذا كنحطها هكذا حتى كتشحر في هذيك الزويته والثومه، يعني كنخليها فوق النار. والنار كنديرها ناقصه شي شويه، اقل من متوسطه. من بعد ما كتشحر ليا وكتدبال وتنزل، انا غادي نغطي عليها ونخليها واحد شويه حتى تدبال وتنزل واحد شويه. عاد من بعد غادي نضيفوا ليها التوابل اللي غادي يناسبوها. ها نتوما كتشوفوا انا تقريبا غطيت عليها واحد 5 دقائق. من بعد فغادي نضيف التوابل ونعاود نغطي عليها واحد شويه حتى كتنسجم يعني مع ديك التتبيله ديالها وكتشربها وكتجي لذيذه وزوينه. اذا هنا فعندي ديك الحبه ديال الطماطم، حبه ديال المطيشه اللي تحكوها ولا طحنوها. فانا غير طحنتها في الميكسور، ما كندير معها لا ماء لا حتى شي حاجه. قطعتها هكذا لطريفات وطحنتها، فكتجي بهذا الشكل هذا في الميكسور اللي كندير فيه العصير. ممكن كذلك انكم تحكوها. اذا ضفتها الباربه ديالنا كنخلطوا بحال هكذا. والان كنضيفوا التتبيله. فغادي نضيف اول شيء غادي نضيف الكمون. تقريبا غنديروا واحد نصف ملعقه ديال الكمون، كيجي زوين بزاف مع هاد الخلطه هذه ولا مع هاد الوصفه. كذلك غادي نضيف الفلفل الاسود اللي بزار. غادي ندير قل شويه من نصف ملعقه، تقريبا واحد ربع ملعقه صغيره، ربع ملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود. وغادي نضيف الملح، يعني الكميه اللي كافيه على حساب الحبات اللي درتو ديال الباربه. غادي ندير هنا تقريبا قل من نص ملعقه صغيره. صافي وغادي نخلط. كذلك غادي نضيف القزبر والمعدنوس، تقطعوا واحد الكميه كتواسى بزاف مع هاد الباربه هذه. تقريبا ديروا واحد الملعقه كبيره حتى لجوج. فانا كيف كتعرفوا دائما في الطبخ ديالي ما كنجمدش القزبر والمعدنوس، فانا مقطعاه ومرقداه في زويته بلديه، يعني كيبقى ليا طري زوين بدون مجمد. فهانتوما انا كنستعمل منه. درت واحد الكميه بحال هكذا. صافي غادي نخلطها
ونعاود نغطي عليه ونخليه. كيف قلت لكم راه ما غندير فيه حتى شي قطره د الماء، غادي يطيب غير هكذا، غير في داك الماء ديال الباربه لان كتطلق الماء مزيان، وكذلك في الماء ديال المطيشه اللي درت. صافي خلطت المكونات كامله وغادي نغطي عليها واحد 5 دقائق 10 واحده اخرى ونطفي. يعني الوقت كامل ديال الطبخ ديالها ما كتفوتش لينا واحد ربع ساعه فكتكون جاهزه. نسيت ما قلتش لكم غادي ندير واحد المعلقه ديال عصير الليمون الحامض، عصير الحامض واحد المعلقه، فكتحافظ لينا على اللون ديال الباربه وعلى الطراوه ديالها، وكتجي فيها ديك البنه د الحموضه زوينه بزاف. ضفت كذلك واحد الملعقه ديال زيت الزيتون، طبعا لان ما غنستعملوش الماء فالزيت ضروري هنايا. اذا بانت ليا يعني باش ما تنشفش لينا وهي كطيب فزدت واحد المعلقه باش تبقى حتى ديك النسمه ديالها طريه وزوينه. صافي غادي نغطي عليها ونخليها كيف قلت لكم تقريبا ما نفوتش فيها واحد 10 دقائق اضافيه. الوقت كامل اللي حطيتها فوق النار فهو 15 دقيقه وطفيت عليها. فهانتوما كيف كتشوفوا معايا تعلكات وطابت وجات زوينه رائعه والمذاق ولا اروع. صافي غادي نحطوها في صحن التقديم، كتجي طيبه زوينه بهذاك المذاق ديال القزبر والزويته بلديه والحامض، فكتجي رائعه مشرمله بهذه الطريقه هذه. صافي كنزينها بشويه القزبر ومعدنوس وكتقدموها بالصحه والراحه. ممكن تاكلوها بالملعقه كيف ما ممكن ايضا تاكلوها بالخبز لان فيها زويته، راه فيها لاصوص لداخل. اذا غير دابا يلا حطيت غير تخليوها هكذا واحد 2 دقائق فغادي تطلق داك الزويته ديالها تبان لكم في الصحن. انتما انا غادي نوريكم من الوسط يعني كيف كتجي هذيك الزويته ديالها، فكتجي مشرمله زوينه رائعه. اذا هذه هي اول وصفه قدمتها معكم بالباربه ولا الشمندر ولا البنجر، يعني الاسماء ديالو مختلفه بالنسبه للاخوان اللي ما كيعرفوش سميت الباربه لانها اسم عندنا في المغرب. اذا نمر ان شاء الله للوصفه الثانيه وحتى هي بالبربه وكتجي زوينه بدون ما نطيبوا ما نسلقوا بربه ما حتى شي حاجه، هكذا غادي نستعملوها طريه. اذا فغنحتاجوا واحد تفاحه واحده وحبه واحده ديال الجزر. اذا كيف كتشوفوا عندي حبه بربه كبيره، تفاحه كذلك كبيره، وعندي حبه ديال الخيزو. فغادي نقشر الخيزو وغادي نحك كلشي حكيته في الحكاكه الغليظه. ها هو خيزو محكوك، البربه وكذلك التفاح. صافي اذا غادي نحضروا بحال هكذا سلطه، غتشوفوا غير شنو غادي نضيف ليهم وغادي نقدموها بحال هكذا فكتجي زوينه ولا اروع. مقبله بارده، الاولى درنا مقبله دافئه والثانيه مقبله بارده. اذا فغناخذ واحد الكميه ديال الزبيب كيتواسى بشكل كبير مع المذاق ديال البربه والجزر وكذلك التفاح. اذا الزبيب اللي غسلته ونشفته ضفته بحال هكذا. كذلك درت واحد الملعقه كبيره ديال العصير الليمون، عصير الحامض، الليمون الحامض، باش كتحافظ حتى داك اللون حتى حاجه ما كتاكسد، يعني لا تفاح ولا جزر كلشي كيبقى في اللون ديالو. وهنا كندير العسل الطبيعي، فدرت تقريبا واحد الملعقه كبيره ممتلئه. فهاد السلطه كتجي زوينه بزاف في المذاق ديالها بين الحامض والحلو. اذا هنا ما غاديش ننوع في التوابل، فشي مرات كندير فيها شويه د الملح وشويه د الفلفل الاسود حتى هي كتجي زوينه بزاف. اذا هنا بما انني وجدت يعني الباربه بالشكل المالح، فهنا فضلت انني نديرها حلوه غير داك شويه د الحامض. درتو كيف قلت لكم على حساب الاكسده، يعني باش ما تاكسدش لينا الخضر ونحافظوا على اللون ديالها. صافي فكنخلط المكونات كامله وكنقدموها بحال هكذا بالصحه والراحه، فكيجي طبق حلو صحي 100% بديك الحلاوه ديال الزبيب وديال العسل ولا اروع. اذا فكنقدموه بحال هكذا، الخضر كامله محتفظه بالعناصر الغذائيه ديالها حتى شي حاجه ما ضاعت منها. وهذا هو الطبق الثاني. نمر ان شاء الله الوصفه الثالثه بالباربه. فكيف كتشوفوا معايا غنحتاجوا نفس المكونات ولكن غنديروها بطريقه اخرى مختلفه كليا. فعندي 2 حبات ديال الباربه، عندي هنا ما غاديش نحكوها نهائيا فغنديروها. اذا فغادي نغسلوا الباربه ونقشروها. نفس الشيء بالنسبه للجزر ولا خيزو، حتى هو غادي نغسلوه ونقشروه. هنا كيف قلت لكم ما غنحتاجوا الباربه لا مسلوقه ولا محكوكه ولا اي شيء، الطريقه سهله مهله توجد معكم في 2 دقائق. اذا غادي غير نقشروا الخضر ونبداو ان شاء الله يعني توجد هذه الوصفه.
بالنسبه للتفاح ما غاديش نقشرو، غنخليه بالقشره ديالو، غير هي كنغسلوها مزيان مزيان صافي. فغادي نبداو نقطعوه الى قطع. ها نتوما كتشوفوا التفاح ما غاديش نقشرو، فقط نحيد له هذاك اللب الوسطاني ونقشرو بحال عفوا نقطعو بحال هكذا قطع. نفس الشيء بالنسبه للجزر، حتى هو غادي نقطعو الى قطع، وكذلك البربه خضراء طريه نقطعوها لقطع. اذا الان بعد ما كملنا التقطيع فغادي ناخذ ميكسور فاش كنطحنوا العصير. الكاس ديال الميكسور خلاط، غادي نحطوا فيه المكونات كامله هكذا طريه بدون سلق بدون اي شيء. نفرغوا كل شيء في الخلاط، وغادي نضيفوا ليها البرتقال او الليمون، يعني اللي عندكم على حسب داكشي المتوفر عندكم في البيت. غادي نضيفوا غير وحده حتى لجوج، حبه واحده ديال البرتقال حتى لجوج حبات. فما غاديش نعصروه، ما غنديروا له حتى شي حاجه، فمباشره غادي نحيد له القشره، وغادي نحيد داكشي اللي كيكون هكذا ابيض لداخل باش ما يجيناش مر في العصير. اذا هذا العصير صحي جدا جدا ومفيد، خصوصا الناس يعني اللي عندهم فقر الدم، وكذلك يعني الناس اللي كيبغيو يحافظوا على صحتهم. ما فيش نهائيا لا سكر ولا اي شيء. كذلك مفيد من بعد يوم الصيام، يعني الا بغينا نقدموا العصائر فمن الافضل تكون شي حاجه هكذا اللي مفيده للصحه، خضر فواكه طريه طبيعيه بدون طياب بدون سكر بدون اي شيء. فخديت البرتقال وحطيته حتى هو في الميكسور، وضفت لهم الماء. كنضيف الماء حتى كيقرب يتغطى عليهم. وبالنسبه للحلاوه فممكن تحليو باش ما بغيتو بالتمر بالزبيب، ممكن تحليو بالعسل، ممكن تحليو بالسكر الاسمر اللي بغيتو. فانا هنا درت واحد الحفنه ديال التمر، تقريبا واحد 12 حبه ديال التمر صافي، وطحنت كل شيء مع بعضه. صافي دورت هكذا الميكسور تخلطات لي العصير كامل. ما غادي نصفيه ما حتى شي حاجه، يعني اللي بغى يصفيه ممكن انه يصفيه. انا بالنسبه لي يعني حتى داك البرتقال ما كيبقاش يبان مع، يعني كيتفاعلوا مع بعضياتهم، لان فيه خضر وفيه فواكه. فاش كنديروا الباربه هكذا مع التفاح مع، يعني غير كنعطيو شويه المده في الطحن باش كيطحن لينا مزيان. كندوروا ونعاودوا حتى كيطحن لينا مزيان مزيان. بالنسبه للناس اللي ممكن تصفيو كيف قلت لكم، ممكن انكم تعصروا البرتقال عاد ديروه، يعني ديروا الطريقه اللي بغيتو، خذوا غير الفكره والمكونات اللي كيتواتاو مع بعضهم ونوعوا في الطريقه على حسب الرغبه. اذا فهاد العصير هذا كيجي زوين بزاف وكيعطي كميه اللي هي كبيره كيف كتشوفوا معايا، فتبارك الله كميه كبيره جدا. وبالنسبه للماء من الافضل ديروا معاه الماء بارد باش كيجي منعش وزوين، وبلا ما نحتاجوا كاع ان نحطوه فتره في الثلاجه، غير كنطحن مع الماء بارد من الثلاجه وكنقدموه. اذا هادو هما الوصفات ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبوكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش كيف عادة تشاركوا في القناه وتدعمونا ان شاء الله. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تشاركوا معنا وتخلينا التعليقات باش تزيدوا تشجعونا ان شاء الله على تقديم المزيد. واي اقتراحات اي اضافات مرحبا مرحبا بارائكم البناءه. شكرا جزيلا على وفائكم وعلى حسن المتابعه. دمتم في امان الله. السلام عليكم.